يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستئناف مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، وكانت آخر مباراة خاضها نادي الزمالك في الجولة ال14 ببطولة الدوري المصري أمام فريق الداخلية، وانتهت بفوز نادي الزمالك بهدف دون مقابل. وسيلتقي نادي الزمالك في المباراة القادمة مع فريق الجونة ضمن منافسات الجولة ال15 لبطولة الدوري المصري يوم الثلاثاء القادم 12 مارس في 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية وقطر، على استاد خالد بشارة، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ويتواجد نادي الزمالك في المركز ال13 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة بعد خوضه 10 مباريات، بينما يتواجد فريق الجونة في المركز الثامن برصيد 19 نقطة. وسيخوض نادي الزمالك مباراة واحدة بعد مباراة الجونة في شهر مارس الحالي في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، حيث سيواجه نادي الزمالك أحد الفرق أصحاب المركز الثاني في المجموعات الأخرى، وهم فيوتشر أو ريفرز يونايتد النيجيري أو الملعب المالي. وستقام قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم الثلاثاء القادم 12 مارس في الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة، وستذاع القرعة على قناة بي إن سبورت الإخبارية. وستقام مباريات ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية من 29 إلى 31 مارس. ويسعى نادي الزمالك للفوز في المباراة القادمة وحصد ال3 نقاط لتحسين وضع الفريق في جدول المسابقة قبل فترة التوقف الدولي، التي ستكون فرصة لإعداد الفريق قبل خوض المباراة المهمة القادمة في بطولة الكونفدرالية.